مساء الخير، أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهوا. الحلقة دي الحلقة قبل الأخيرة في السيزون الثالث من البودكاست. أتمنى أن الحلقة تعجبكم، وبرحب بكل الناس اللي متابعينا والناس اللي انضموا لينا جديد النهاردة. يلا بينا نبدأ الحلقة. لو بتتابعونا على سبوتيفاي أو على أنغامي أو حتى على أبل بودكاست، ياريت تعملوا لنا فولو واعملوا ريفيو أو حطوا لنا ستار عشان تشجعونا نكمل الحلقات. كل ريفيو أو ستار أو كومنت بيخلي الحلقات تظهر ليكم وتظهر لناس تانيين، وده بيشجعني جدا إن أكمل في البودكاست اللي حقيقي أسعدني ولسه بيسعدني إن شاء الله لسنوات قادمة. سؤال حلقتنا كان هو إيه هي القرارات أو الريزولوشنز اللي معرفتوش تعملوها السنة اللي فاتت، عشان ندي كده يعني كونتكست أو مرجعية للكلام اللي بنقوله. في الكم يعني خلينا نقول في الكم 10-20 سنة اللي فاتوا بدأ يطلع ترند كده إن أول السنة الناس بتعمل حاجة اسمها نيو ييرز ريزولوشن. يعني إيه؟ يعني بيوعدوا نفسهم، وغالبا بيتعهدوا قدام الناس كمان بما إن في سوشيال ميديا، يعني بيوعدوا نفسهم وبيوعدوا الناس اللي في محيط دائرتهم يعني إنهم يعملوا قرارات معينة. وساعات من غير وعد أو حاجة أنت بتكون مقرر إن أنت هتعمل الحاجات دي على أول السنة، فريش ستارت بقى، والدنيا مبتهجة والناس كلها عندها طموح، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. من إجابات أصدقاء البودكاست في حد قال لي إن هي للأسف ما قدرتش تروح الحج، ما توفرتش فرصة، ممكن ما توفرتش فلوس، وإحنا عارفين دلوقتي الحج يعني لازم تبقى لودد يعني وتقدر تدفع، وده للأسف واقع لأن المساحة محدودة وبيبقى ملايين عايزين يتواجدوا فيها. واللي راح الحج زي ما ربنا أنعم عليا يعني هيعرف إن المساحة نفسها، مسألة التوسعة ما هياش مسألة سهلة قوي. يعني أنت في الآخر محاط بالجبال ومحاط أوتيلات بقالها عشرات السنين، فالتوسعة يعني بتعتمد على إن أنت تدخل مساحات جديدة بس برضو محدودة. ثم في قصة إن أنت بتحج في اللي هم 10 أيام، لأن وقفة يوم عرفة محددة مش فلكسبل. أيام قبل أنا مش عارفة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه استنى السنة دي وحج مرة واحدة فهو لازم يوم عرفة يبقى في هذا اليوم تحديدا. طبعا احنا عارفين انه مع محدودية المكان في محدودية الوقت. يعني مثلا يوم عرفة ده اللي هو الركن الأساسي اللي نقول حج عرفة، ده لازم يجي يوم 9 من شهر ذي الحجة الهجري. هل ده قرآن؟ لا، أنا بحثت لقيته لا مش قرآن. القرآن بيقول الحج أشهر معلومات، لأنه عامة جزيرة العرب وكانوا بيحجوا، جزء منهم وثني وجزء منهم موحد وبيحج لأن ده البيت العتيق اللي هو أول بيت وضع للناس، وعارفين قصته وعارفين قصة سيدنا إبراهيم وعارفين إسماعيل أبو العرب. يعني الألخ يعني أيا كان الناس كانت بتحج أو بتيجي تعمل بيزنس مع قريش أو whatever، كانت بتحج خلال أشهر وتمنع فيها القتال المفروض وكده. ما كانتش بتحج في نفس التوقيت ونفس اليوم اللي صعد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جبل عرفة، ولكن دي حاجة للفقهاء. بس عشان نحط كونتكست كده، صديقة البودكاست بتقول ما قدرتش أحج، ودي حاجة من الحاجات اللي يمكن رغم كل المعوقات دي هي حاجة حاسة إنها فشلت إنها تعملها. صديقة تانية قالت ما قدرتش أزور أمي كفاية بسبب إن أنا نفسي في بلد برا مصر، وفي ناس كتير قوي حواليا في البلد هنا جايين من بلاد كتير، وإلى حد ما يعني مسألة الزيارات دي مش سهلة أبدا. يعني أنت لو في أمريكا حتى دلوقتي لو خرجت ممكن ما تعرفش ترجع، وحتى لو أمريكاني يعني حاجة بقى العالم عمال بيصغر وبيضيق في الوقت اللي نبشروه ده فيه من 30 سنة بإن في جلوباليزيشن والعالم هيبقى قرية كبيرة. العالم عمال يصغر ويخنق ويقفل على حركة الناس، بحيث إنه يعني بقت دي حاجة أنا ما بلومش ناس كتير عليها. السفر غالي، السفر ممكن يبقى ريسكي. في منطقتنا العربية أنت تطلع على بلد يقفلوا الحدود بتاع البلد دي، ما تعرفش ترجع. تروح لبنان عشان تحضر في الكريسماس، إسرائيل تتسلى على الجنوب اللبناني وتمسي عليه كده صباح ونهار، وربنا يكفينا شر التحية بتاعت إسرائيل يعني.
كذا حد من أصدقاء البودكاست قال لي إنه كان عايز يلتزم بالجيم، بالمروح للجيم. لو انتوا عارفين البيزنس مودلز بتاعت الجيمز دي من أذكى ما يمكن، هم اللي بدأوا حكاية السبسكريبشن. بعد كده بتلاقي مثلا البودكاست دلوقتي موجود على سبوتيفاي عنده سبسكريبشن، أنغامي عندها سبسكريبشن. ده موديل بيلزمك انك تكوميت لحاجة هو عارف ان لو سابك يعني شهر بشهر، او سابك تسمعها as you go، او تمارسها زي الجيم as you go، ممكن جدا تكسل او تستغلاها او توصل لمرحله انك حاسس انها مش اساسيه. فهو بيعمل منك ايه بقى؟ بيعمل معاك ايه؟ الموديل ده بيخليك تلتزم بشيء احصائيا هو عارف انك ممكن ما تلتزمش بيه قوي. يعني لو حد الناس بتوع الجيم اللي بيدفعوا اشتراك سنوي لانه ارخص، دايما نلاقي الاشتراك السنوي ارخص، هيلاقي على الاقل ان 50% من الناس دي ما بتخطيش الجيم بعد شهر. الجيم اللي انا بروحه مره نبقى نحكي التجربه دي بالتفصيل، بس عامه انا بحب اروح لان انا بحب التزم. يعني لو رحت حاجه او قررت اعمل حاجه بلتزم حتى لو اجي على نفسي، بس ده طبع. لكن ساعات كتير بحس انه ايه ده، انا مش لاقيه مكان اركن فيه وانا رايحه الجيم عشان يعني اريلاكس او اقعد مثلا اركن نص ساعه. في مصر اصعب. يعني في مصر لما ببقى موجوده في مصر وبشترك في جيم بكره حياتي. الجيم بتاع النادي ده انت اصلا بتخش النادي زحمه، بتسمع طول ما انت ماشي دوشه، توصل للجيم دوشه. جيمز في مصر كمان فيها ميزه انها في مش عارفه دي ميزه ولا عيب، بس هي يعني جو الفرفوش قوي ده اللي فيه الموسيقى العاليه ده بيوترني. فانا حقيقي عذراها، يعني هي تدبيسه. بس انت لو هتكميت لحاجه زي الجيم، يعني في نظري ودي نصيحتي المتواضعه، دونت كوميت اكتر من 4 شهور مثلا. خد المينيموم، لانه حقيقي الناس بتغير رايها، بتاكزوست. ساعات كتير بتحصل بير بريشر. يعني انا اعرف ناس او اعرف حد كان بيروح الجيم وبطلت تروح لانه بتروح الجيم بتحس انه بقى اصبح عرض ازياء. يعني يا ريت عرض ازياء، عرض لا ازياء. يعني الجيمات مختلطه، ماشي، دي مساله يعني انا شخصيا ما بتزعجنيش، لكن ممكن يكون بتزعج ناس تانية. حتى الجيمز اللي مش مختلطه الناس بتروح فول ميك اب، يعني جايه تعمل فيزيكال اكتيفيتي وهتعرق وبتاع، وتبصي تلاقي فول ميك اب بالرموش. والله العظيم يعني انا لسه كان جنبي واحده على المشايه حاطه رموش. وفي حاجات بقى بتبقى ميكست، فانت بتبقى انت على المشايه، يعني عايز تركز وعايز تشوف يعني عايز تشوف البروجرام اللي هتعمله او الخطوات اللي هتعملها، تنزل من هنا تشيل حديد بتاع. في كل خطوه عندك حاجه تو ديستراكت يو. يعني الهدف الاساسي للجيم اصبح في اماكن كتيره جدا شقط للاسف. يعني فمش بلومها قوي انها ما عرفتش تلتزم، ما فاتكيش كتير. في واحده من اصدقاء البودكاست قالت لي ان انا وعدت نفسي ان انا اخفف من العصبيه شويه، ابطل اتنشن على الكبيره وعلى الصغيره. طب وايه اللي خلاكي تتعهدي بحاجه صعبه قوي كده؟ يعني عشان الواحد ينتقل من مرحله ان هو يعني يبقى كده امبالسيف، اللي يضايقه يقوم مزعق فيه، لمرحله انه يعمل قام جدا ويبقى عنده تفكير موضوعي وكده، دي عايزه انجر مانجمنت. ومحتاجه ان انت تعرفي ان انت محتاجه انجر مانجمنت، لان الناس كتير من كتر ما العالم بيزعق حواليك بيعتقد انه ده عادي. يعني انا بزعق ما انا مضغوطه، ما انا متنرفزه، ما انا ما تراعوني يا جماعه شويه، ما انا على راي مطرب الجيل احمد سعد، يعني هو انتوا عليكم ضغوطات واحنا علينا مكسرات؟ يعني ما هو نفس الكونسبت يعني. بس عامه في نيو ييرز ريزولوشنز على مستوى العالم، في دراسه عملتها جامعه كولومبيا كانت بتقول ان حوالين نص الناس اللي بيحطوا اهداف في بدايه السنه، ربعهم هم بس اللي بيفضلوا محافظين عليها بعد شهر بس. ربع النص، انتوا متخيلين؟ لان طبعا مش كل الناس بتحط اهداف، بس لو افترضنا ان نص الناس حطوا اهداف، حوالي الربع بس هم اللي بيفضلوا مصممين عليه بعد شهر، واقل من 10% بيحققوها بالكامل. في ابحاث حتى بتقول ان يمكن اقل من 10% بيوصلوا لربع الهدف اللي هم قرروه. يعني لو هو هدف قياسي، عايز امشي 10,000 خطوه في اليوم، عايز اخس 10 كيلو، السبب الرئيسي هو احنا بنحط اهداف عامه، يمكن يعني مش في ستراكشر، مش في يعني طريقه معينه هحكيها لكم لوضع الاهداف، والناس كتير يعرفوها، ودي تنطبق على الاهداف بتاعه نيو ييرز ريزولوشن، وممكن تكون قابله للتنفيذ وتريحك نفسيا. يعني اعرف انت فين، واعرف اللي انت تقدر تعمله واللي ما تقدرش تعمله. اغلب الناس عامه بتركز على الاهداف اللي لها علاقه بالصحه وباللياقه، عشان كده الندم بيجي
لما أكون ما قدرتش آخد بالي من صحتي، لما أكون ما اتبعتش اللي الدكتور قال لي عليه أو ما سمعتش الكلام فصحتي بقت أوحش أو ما خسيتش فالكوليسترول زاد. ندمنا بقى كلنا. ندمنا على إيه؟ في كتير ندموا على الفرصة إنهم مثلا يتعلموا حاجة جديدة، يتعلموا لغة مثلا. الفرصة دي طبعا ما بتضيعش ولا بالعمر ولا بالأيام ولا أي حاجة. لو عندك يعني دافع، ومش لازم الدافع ده يكون مادي. على فكرة أوحش الدوافع اللي بتخلي الناس ما بتكملش الدافع المادي. يعني الناس بتفكر إن أنا هتعلم لغة علشان هسافر، وبعدين تبتدي تبحث مش في اللغة، تبحث في السفر، تبص تلاقي السفر صعب ومكلف، والناس راجعة إيد ورا وإيد قدام، والناس اللي طلعت بره مش عارف عمال يقول لك الجينيريشن التالت ألحد والجينيريشن اللي قبله استشهد وحاجة يعني نيلة. فتركز بقى على إيه؟ على الإند جول، فتقع منها الهدف الأساسي، عشان انت اخترت اللي انت عايز تعمله ده بهدف مش صح. لو عايز تتعلم لغة اتعلم لغة عشان ده بتنلارج مداركك وفهمك للشعوب، بتبسطك. ده في نظري كان حافز اكتر. يعني انا اتعلمت لغة لان انا مثلا بسافر فبحب اتعلمت الماني، بحب اتعامل مع الناس باللغة بتاعتهم، او افضل ان انا افهم اللي قدامي بيقول ايه. يعني كان الحديث او الاثر بيقول من عرف لغة قوم امن مكرهم. حاجة تانية، في ناس ندمت إنها ما طلبتش السماح من حد وتوفى. يعني فضلت مأجلة وجاية يعني كرامتها وجعاها ومش عايزة تعتذر، وشايفة إن الأمور ساعات كتير في ناس بتبقى شايفة إن الحاجة نو نيوز جود نيوز، وساعات بتبقى شايفة إنه الحاجة لو كانت أنا عملت غلطة معينة ممكن تختفي من دماغ اللي قدامي بالتقادم يعني. وفي ناس فعلا بتنسى وبتتناسى وبتتجافى بتتناسى الإساءة لو كانت بسيطة وبترجع أموركم كويسة. بس ماذا لو بعد الشر أنت عملت غلطة في حد وفعلا فعلا فعلا عايز تترجاه يسامحك وكرامتك وجعاك، والشخص ده اتوفى، بقت المبادرة دي not valid، خلاص ما بقاش موجود. الألم اللي هتحس بيه بعدها يعني نوع تاني من الندم، اللي هو زي اللي بيقولوا عليه النفس طبعا مش هو تحديدا اللي القرآن استشهد بيه، بس النفس اللوامة هي النفس اللي بترجع تلوم نفسها على عدم فعل الصح وعلى فعل المعصية. الاتنين، مش بتلوم نفسها بقى على إنها بس بتعصى، لا، على إنها كان في فرصة تعمل الصح وما عملتوش. في حد قال لي إنه من الحاجات اللي ندم عليها إنه هو ما واظبش على الصلاة، رغم إنه كان تعهد إنه هيصلي. بتكلم عن المسلمين طبعا، وفي أي دين من الأديان في ريتشوالز معينة بتبقى محتاجة ديسيبلين بتعملها، ناوي خلاص هتكمت للريليجن ده، فأنت هتعمل الحاجة دي كل أسبوع كل يوم whatever. الباب ده مفتوح للأبد، وأنا من الناس اللي شايفة إنه تكفير تارك الصلاة ده ما يجيش أبدا من شخص، لازم يبقى فيه مجموع يقرر الكلام ده. وبما إني ما لقيتش فيه إجماع، فأنا بشوف إن تارك الصلاة ده عاصي والله أعلم، ولكن في فرصة دايما يرجع، ما نقفلش الباب ده قدامه. وخاصة إن الصلاة بالذات عند المسلمين ما هياش عايزة يعني ترتيبات عظيمة كتيرة قوي. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب قولوا لنا كده، إيه الأهداف اللي ممكن السنة دي تحطوها وممكن تبقى واقعية؟ بعد الفاصل أتمنى إن ألاقي في الكومنتس أهدافكم للسنة الجديدة. أكمل معاكم في الأصدقاء البودكاست بعتوه من أهدافهم أو أحلامهم اللي ما اتحققتش وخيبت أملهم السنة دي. صديقة للبودكاست قالت إنه كان هدفها الأساسي من إنها هي تسافر وتغير البلد اللي هي عايشة فيها، إنها تدي education أحسن لابنها عشان يتشطر كده ويخش كلية الطب. خلطة كبيرة قوي قوي إنه أنت تحط هدف أساسي على معطى مش تحت إيدك خالص. يعني أنت مش بتحكم على نفسك، ده أنت بتحكم على بني آدم له تفكيره
وله أهدافه اللي ممكن تبقى مختلفة معاك، وله طموحه أو له عدم طموح، وهو حر، دي حياته. ليه حاسة بالندم؟ لأنه بعد سنة من الضغط على الولد، هو مش بس ما قدرش يوصل للجول ده، لأنه الجول ده ما كانش موجود عنده أصلا، لا بالعكس، هو بقى بيدافع بحماس عن فكرة إن هو يعني ديفايد إرادة مامته. هو شايف إن هو الصح بتاعه مش كده، هو مش عايز الدراسة الطويلة دي، مش عايز يبقى محطوط في قالب إن هو نيرد، هو حر. خيبة الأمل دي لأن أنت بنيتي طموح كبير جدا على حاجة مش بتاعتك، على حاجة ما تقدريش، يعني معلش الناس بتحكم ما بتحكمش على القطة والكلب اللي مربينه في البيت، فما بالك ان انت تحكمي او تقرري على مستقبل حد لان انت شايفة ان المستقبل ده احسن، وهو يكون نفسه مش مقتنع. ممكن ما يوريكيش ان هو مش مقتنع، بس انت اتعلمتي the hard way انه عدم الضغط في الاتجاه ده هو كان الاحسن، كان لازم القرار يبقى قراره هو. بيقولك الأهداف لو عايزة تتحقق برضو ممكن تسميها السمارت جولز. يعني إيه السمارت جولز؟ السمارت ده اختصار للحروف SMART. سمارت جول يعني تكون سبيسيفيك، يعني محدد، يعني يكون الهدف واضح. عايز أمشي 10,000 خطوة في اليوم، مش عايز أنزل أمشي. وتكون measurable. يعني إيه مثلا؟ يعني لازم تعرف مثلا أنت الهدف بتاعك ده هتقيسه إزاي. يعني لو قلت عايزة أتمرن أكتر مثلا، ده هدف مش measurable. لكن لو قلت أنا عايز مثلا إن أنا أعمل بالك حجم كذا، أو إن أنا أمرن البايسبس حجم كذا، أنا معرفش بيقيسوها إزاي، لازم تكون تتقاس بميجرمنت. أو أنا عايز أحوش 10% من دخلي، دي كده measured. ولازم يبقى achievable. يعني ما ينفعش يكون انت مثلا واحد دخلك يا دوبك بتستلف عليه ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح، وتحط مثلا هدف ان انت والله انا هعمل 10% من دخلي هحوشهم علشان لما ولادي يخشوا الجامعة مثلا ادفع المصاريف. او ان يكون مثلا الهدف اللي انت حطيته حتى للسنة دي، ان انا السنة دي عايز اطلع رحلة مثلا الجونة، وانا اصلا من من السنين اللي فاتت او من دخلي عامه انا عارف كويس قوي ان الجونه اسعارها بقت غاليه جدا، فممكن لو عايزه اخليه اتشيفبل اروح حته تانية شبهها، مش هقول بالظبط ايه، بس تكون على قدي اقدر اعملها. ولازم كمان الهدف يكون بيخدم حياتك، يكون ريليفنت. يعني مثلا هل انا عايزه اتعلم مثلا برمجة مثلا علشان ما كل الناس بتتعلمها وبيقولوا بتجيب فلوس؟ لا، ده غلط. هل انت اصلا في شغلك محتاج البرمجة؟ بلاش. هل AI مش هيركن البرمجة على جنب وكل اللي هتتعلمه ده ممكن يبقى ملوش اي لازمة؟ هل انت لو اتعلمت البرمجة دي في قدامك هدف هيتحقق بسبب تعلمك للحاجة دي؟ حاجة لها ريليفنسي في حياتك. واخيرا لازم يبقى تايم باوند. الاهداف اللي ملهاش وقت محدد، يعني ما بقولش أنا عايزة أعمل كذا خلال كذا، غالبا ما بتتحققش. أنا عايز مثلا إن أنا أقرأ كتاب، الكتاب ده عايزة أقرأ الكتاب ده، لو ما قلتش خلال الشهر ده اعرف إن أنا هقراه خلال سنة. وكان في واحدة صديقة للبودكاست كانت بتقول إنه من أكتر الحاجات اللي خليها ندمانة إن بقى عندها بايلز اوف بوكس اتردمت لأنها بتشتري الكتاب على أساس أنا هبقى أقراه، ما بتحطش تايم فريم، وبالتالي ما فيش حاجه مخها مش عامل انكر لان الموضوع ده لازم يخلص. الالزام ده مش نابع من ان انا عايزه اقدر نفسي، بس الالزام ده قد يؤدي ان انا في الاخر ما يبقاش عندي ريجريتس. انا عملت هدف صغير واقدر اقيسه له معنى وبتايم معين الزمت نفسي بيه وحققته، دي سعاده فظيعه حتى لو حاجه دي صغيره جدا. خليني اقول لكم بقى شويه امثله شفتها عن الناس اللي حطت يعني طموحات، والطموحات دي ما حصلتش، اوكي، لكن اللي حصل بدلها حاجة أظرف من كده بكتير أو أحسن من كده بكتير. يعني أشهر مثل في نظري كريستوفر كولومبوس كان رايح رايح يرسو على سواحل الهند، عايز يمشي غربا من أوروبا يوصل للهند بدل طريق رأس الرجاء الصالح اللي كان عامله فاسكو دي جاما.
لأنه طرق رأس الرجاء الصالح فاسكو دي جاما برتغالي، وكانت الوقت ده بدأت تحصل زي منازعات كتير، وحتى اللي يعرف تاريخ يعرف حتى البرتغاليين كانوا بيتحاربوا أحيانا مع المماليك ويتحالفوا. يعني الموضوع فيه كتير من الأمور الاقتصادية والجيوسياسية خلته يفكر إن هو طب ما أنا أمشي من الغرب أوصل لغاية الهند. لكن هو في الحقيقة وصل لأمريكا لولا طموحه ده في إنه يوصل، وإنه الطموح ده طلع غلط ما كناش اكتشفنا، أو يمكن ما كانش هو تحديدا اكتشف أمريكا. في طموحات تانية ممكن تبقى أنت بتحددها مبنية على إنه الأشخاص اللي حواليك يعملوا حاجة غلط أو يعملوا حاجة صح. أشهر واحد كان يعني بيكتب عن ندمه بصياغات كتيرة قوي هو هنري كيسنجر. هنري كيسنجر كان بيقول مثلا لما كان بيتحدث مع السفير السوفيتي سنة 73 إن أحد كوابيسي إنه الطموح بتاع أحد الطرفين يتحقق، إنه مصر تهزم إسرائيل بالضربة القاضية أو إسرائيل تهزم مصر بالضربة القاضية، لأنه ده معناه صراع لا نهائي ومتفجر، والمنطقة كلها بتاعتنا إذا حصل مثل هذا النزاع فهو هيكبر وهيتوسع ومش هيفضل محدد بالدايرة دي أبدا. في السجلات الرسمية كمان بيتضح بعد كده إن كيسنجر كان قلقه تماما في محله، وإن لولا إن التدخل الأمريكي القوي واللي المفروض يحصل دلوقتي في مناطق كتيرة بشكل حيادي لإرساء مبادئ السلام أو وقف إطلاق النار، يمكن كانت الحرب بيننا وبين إسرائيل فضلت مستمرة حتى الآن. من أبيات الشعر اللي أحب أختم بيها عن عن الطموحات، إنه كسر نظر الناس كتير قوي أو البشر عامة، كسر نظرهم بيبين لهم إن الحاجة اللي ما حصلتش دي ممكن كانت تفرق معاهم قوي. كل ما بتكبر طبعا بتحس إنه لا، يعني في حاجات لو كويس قوي إنها ما حصلتش، والفايدة الحقيقية حصلت إنها اتأجلت أو اتأخرت، أو إن الأمنية دي في الحقيقة ما اتحققتش خالص. الأبيات دي من أغنية أنا مش عارفة مين المؤلف، بس أنا سمعتها وحبيتها قوي، اللي مطربة اسمها مريم شهاب، شابة صغيرة أعتقد إنها عراقية، بتقول: فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أنا شيرين معاكم، وده بودكاست سؤال على الهوا. أتمنى تتابعونا وتحققوا لي أحد أهدافي اللي الحقيقة ما قدرتش أوصلها السنة دي، وهو إن إحنا نوصل بمتابعينا للتوب 20 في الإمارات. يمكن تختم الحلقة دي بإن ناس كتير تعمل فولو فعلا وتبقى اتحققت أحد أمنياتي، ولو ما اتحققتش هفضل دايما فاكرة إنه أنا سعدت جدا معاكم السنة دي، الحلقة قبل الأخيرة، لأن الحلقة الأخيرة هتبقى تجميع للحلقات بتاعة السيزون، وبإذن الله أشوفكم بعد الأسبوع الجاي في سنة جديدة تكونوا قررتوا فيها حاجات سمارت وما تندموش أبدا على اللي فاتكم. أشوفكم على خير.